بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين، مساء الحب، مساء الفراشات الجميلات. وش راكم؟ وش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن الأحوال يا رب. قبل ما نبدأ فيديو تاع نهار اليوم، نحب نبارك للشعب المغربي على هذا الفوز المستحق. ألف 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 مبروك، إن شاء الله تلحقوا للنهائي، وعلاش لا ما تدوش كأس العالم وتفرحوا كامل العرب. والله غير فرحنا لكم يعني من القلب، يعني صح شرفتوا كامل العرب، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. وتحية كبيرة لكامل المغربيات اللي راهم هنايا في قناتي واللي موالفين يخلوا لي التعليقات. كان بغيكم، كان نحمق عليكم بزاف بزاف. جبتها ولا؟ خياتي العزاز، اليوم ديتكم من الجبل كالعاده ولا وايد. تعرفوا اختكم اسماء، كل ويكاند راني نخلي داري ونروح. كاش نهار راجلي يحاوزني قال لي روحي عند امك انت قشك وروحي. هذه هي الخدمه على البنات. اختكم هنايا ولفت الجبل، تربت في الجبل، ترعرعت في الجبل، كبرت في الجبل. واش ندير خياتي؟ انتوما ارواح، انتوما قولوا لي ما تطلعيش للجبل نموت، والله غير نموت ما نقدرش. البنات انا نروحوا نحيو ضيقه الخاطر. كما كنتوا تشوفوا خياتي سخنا هكا شويه خبز الكوش، الله الله، بالزيت الزيتون على هذاك الحطب. يا واش نقول لكم يا البنات، والله العظيم واش نقول لكم، واحد البنه. يا خياتي نسيت مرحبت بجدد اللي انضموا معنا القناه، نقول لكم نورتونا وشرفتونا ومرحبا بكم في قناتكم المتواضعه. ما تنساوش فقط الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل جديد. البنات على بالكم باللي قناه جديده، على بالكم راني دوك نكافح باش نرجع قناتي اللي راحت ياك، ولازم نتوما تعاونوني. كيفاش تعاونوني البنات؟ مشاهده كامله، وديروا جمع على الفيديو، خلوا لي تعليقات، خاصه التعليقات اللي تقدر تخلي 4 5 تعليقات. وديروا لي جنب التليفون تاع راجلك تاع باباك تاع اختك تاع يماك، يقولوا لهم هاتوا نديروا لهذيك الفرططو. الجام. هكذا البنات. شوفوا هنا خياتي، بزاف اخوات قالوا لي يا اسماء الحشيش تاع الكويرات هذوك الحشيش نباتات. شوفوا البنات، دوك هاد النباتات نتوما ما تقدروش تعرفوهم، دوك الاسم تاعهم بالقبايليه. انا عن نفسي والله غير الاسم تاعهم غير ننساه كامل. شوفوا اذا تقدروا تعقلوا هكذا النباتات، هكذا تشوفوهم وتعقلوهم في الاراضي تاعكم وفي الجبال، راهم سهلين. بصح المشكل هذا العام راهي الشتا ما كاش. شوفوا الارض يا البنات، وكان ما نطلعوش نسقيو حشيش ما كاش. هنا داخل الجنان يعني وين ما فين نسقيو راه نبت مسكين، راه الشطحنا في سيدي غيلاس، يعني في تيبازا راهي ما كانش، خلاص ارض راهي ناشفه. ان شاء الله ربي يرزق الشتاء. راهي طاحت شويه حنا عندنا في البليده، بصح في تيبازا والله ما كاين يا البنات، رشت شويه الحشاوش ما كاش. وكما كنتوا تشوفوا مسكينه الحاله راهي ناشفه. هنا البنات راني نحي شويه الورق تاع البصل مليح بزاف البنات، لاغريب وكامل. كما كنتوا تشوفوا انايا صوتي مازال ما رجعش، مازلت راني مريضه بلا غريب هذيك تروح وتولي. لو كان ماشي انا راني ناكل هاد النباتات الصحيه وناكل حاجه صحيه ونكثر من الاعشاب وناكل هاد الحشاوش كاني طايحه فراش وداوني للسبيطار. بصح كي ناكل هاد النباتات هذه يعني المناعه تاعي راهي يعني قويه، يعني الجسم تاعي راهي يقاوم المرض هذايا اللي راهو على كامل الناس، ربي شافي كامل المرضى. هذا البنات ببراس راهو معروف، يديروه في الحشيش كويرات ويديروه في الخبز تاع الاعشاب المنسمه، يعني خبز الحوال هذيك. اني درت لكم هاد الوصفات في القناه تاع الوصفات مطبخ الفراشه. هذاك يسموه البيبراس، مازال باش يكبر يولي قد الحبه تاع البصل. هنايا هذا يسموه مثر. هذا يديروه تاني الخبز ويديروه الحشيش تاع الكويرات. فليو ما كاش، البنطة ما كاش، تمزعترين في اعالي الجبال ماشي لهنايا، تنبت وين كاين الحجار وكامل. والله غير هاد العام غير كما نقولوا غير صح. واش نقول، تروحوا هكا للجبال تشوفوا الارض مسكينه ناشفه، يعني ربي مازال ما رحمهاش بالشتا. والله غير الحشيش مازال ما طردكش، كل حاجه راهي صغيره. شوفوا مو هذا كيما ديسمبر الدنيا راهي كامل خضراء. المهم خياتي، وش حوالكم؟ وش راكم دايرين فيها؟ كثروا لي فيتامين سي البنات، ماشي شرط تحطوا لي فيتامين سي، يعني كثروا التشينا، كثروا القارص، زعتر في الليل البنات، يعني دهنوا بزيت الزيتون، يعني ظهركم عصدركم ما تخرجوش هكا برا. والله غير هي لا غريب راهي بزاف قويه.
هنا خياتي بعد ما نحيت شويه حشاوش وسقيت هكا مع يما وكامل، لهنايا رانا نحيو في الزيتون اللي راهي تقول لي طريقه صنع الزيتون البنات. صبروا معايا هاد السمانه نحط لكم طريقه استخراج زيت الزيتون في الدار فقط خياتي. شوفوا راني نحط لكم فيديوهات نتعب عليهم ونجري ونروح منا لدارنا والجبل باش نصور لكم. من فضلكم يعني من فضلكم البنات ديروا جام، هذا واش نطلب منكم، يعني تساعدوني بجام على الفيديوهات. هذا معك ما تكونوش انانيات وتقولوا لا لا ما ديروا لها جام ولا. هذا واش نقدر نقول لكم وتقدروا نتوما تعاونوني. يعني شوفوا البنات يعني الشوك وسخانه من داك البرد والريح. شوفوا وين رانا نحيو في نلقطوا في الزيتون البنات كما راكم تشوفوا. وبزاف اخوات راهم يديروا زيت الزيتون، يعني يتبعوا طريقه تاعي. يعني كنت درت لكم طريقه العام اللي فات في قناه يوميات الفراشه، القناه اللي راحت لي. بزاف اخوات راهم يخدموا زيت الزيتون حتى خارج الوطن. كاين اللي عندها غير شوي، كاين اللي تشري هكا نقولوا نص شكاره راهي تخدمها في الدار. شوفوا اللي عندها لي تاع ولا اللي عندها مثلا سطح وعندها الشمس غير تخدمها في الدار، على خاطر هاد الزيت الزيتون بنتها بنه. شوفوا يما مسكينه مازالت راهي تكافح مع الشوك، مازالت راهي تكافح مع الفلاحه. صحيح خلاص حنايا الخدمه هذه تاع الجبل سكنت فينا، ما نقدروش نسمحوا فيها. وسختو انا كيما تقول لي ملي نزلتي وانتيا يعني هكا في وسط الخرفان والبقر بورتو كانوا عندي معاهم واحد الذكريات. حتى تحكي لي تقول لي بلي الذيب قريب ماكلاك. قالت لي حطيتك هكايا قدام الواد في السخانه. قالت لي مزيه كان عندنا واحد الكلب مازال مالك كنت صغيره مازلت شافيه عليه. قالت لي حطيتك في القماطه هكا ورحت تنحي من عشان تنحي من البحيره، حطتني في الواد قدام واحد الكيلته تاع الماء البروده في الصيف. قالت لي ونسمع الكلب يعيط ويتهاوش. قالت لي نطل ونلقى الكلب عند راسك والكلب يتعافر معاه. قالت لي شعرت داك الذيب. والله غير عندي واحد لي سوفينير يهبلوا البنات. هذا الريحان الحلموش قلت لكم راح ندير به سيرو للحساسيه تاع الصدر فقط خياتي. أنا كل مرة نحي شوي شوية. نحيته المرة اللي فاتت كان مازال ما وصلش، بصح هذه المرة راهو بدا يولي شوية حلو والحبة تاعو كبرت. هنا خياتي ما لقيتش السكر قنديل، راني طولت عليكم بصح ان شاء الله غدوه نزيد نحوس. وصيت يجيبوا لي هذاك السكر نبات باش ندير لكم سيرو طبيعي، يعني ينحي هاد السعله اللي راهي دايره حاله وتاني للحساسيه الصدريه. هكذا خياتي. شوفوا دجاج تاع برا، شوفوا ما شاء الله الله يبارك. تقول لي يما ما تصوريهمش دوك تعينيهم يديهم الذيب والله هكا تقولي روحي ما تصوريهاش كنا مربين فوق السطح كيما هادو. اي داروا اليما هكا خدمه وكانت مره على مره هكذايا في المولود ولا تذبح لي، والله غير تذبح لي هكايا كالسردوك، بصح داروا لها خدمه بزاف. المهم انا واطفالي ديما مساكن نغبن فيهم في الجبل علمتهم الفلاحه. هنا خياتي العزاز بعد ما كملنا الجبال وكامل وصلنا للدار مع العشاء. شوفوا البنات هنايا درت طيبت الزيتون، راني درتو باش ينشف. فهمتوا خياتي لازم نحطوه في الشمس ينشف. راح ندير لكم فيديو كامل خياتي. هنايا رانا نطيبوه حوالي 5 دقائق حق ما تولي الحبه شويه طريه. شوفوا ما شاء الله الزيت كيفاش راهي تبرق. يعني دوكا رانا شغل نطيبو باش الحبه تولي طريه باش يخرج هذاك مرجان. هذا ما كان. وتبعوني برك البنات نوجد لكم الفيديو على خاطر فيه مراحل بزاف، ما نقدرش نصور لكم غير بشوي. لازم ندير لكم فيديو كامل. اللي حبت تصنع في الدار والله غير راهي سهله مهله. تقدروا يعني تخدموا زيت الزيتون. بزاف اخوات تعلموا يعني زيت الزيتون هذه من عندي، والله غير شحال نفرح كي تتعلموا زيت تضروا البنات. والله غير يعطيكم الصحه وما شاء الله عليكم. هنا الخياتي شوفوا هذا مرجين هذاك الماء تاع الزيتون بعد ما طيبته صفيته من هذاك الماء درته في هذا الشكاره ونخليه ندير عليه حاجه ثقل كما كنت تشوفوا. دوك نزيد عليه ماشي غير هذا برك يعصر كامل هذاك المرجان.
فهمتوا؟ شوفوا مازال راح يخرج بزاف. هذا المرجين البنات راه الدواء للجرب وبعض الامراض الجلديه، فهمتوا؟ يعني الدواء يعني فوائد تاعو كبيره، فهمتوا؟ هنا يا خياتي كيما راكم تشوفوا، هنا تاني انيس، هذا ديجا كانت خدماتو يما، راهو يعجن فيه البنات. ما كنشوفوا هاد الادوات تاع زيت الزيتون كل عام نخدموا فيهم، يعني لي بوط جديد سبيسيال غير نكملوا الزيتون تغسلهم يما وتخبيهم. الباسينه كيف يعني كل حاجه يعني نقيه تاع زيت الزيتون. يعني حنايا نقاه هذا لانه حنا اللي راح ناكلوه حنا الولا هذا الزيت قبل اصلا حنا ما نبيعوش للناس، يعني هذا رزقنا لينا برك. هذا ما كان. المره الجايه ان شاء الله راح ندير لكم يعني طريقه استخراج الزيت، تبعوا فقط الفيديوهات. اما هنا البنات واش نقول لكم، ظهري مدقدق بسطر. اي يما في الليل نحت لي المقرمان، سخنت لي الطاجين مليح كما راكم تشوفوا. طاجين راهو يغلي، حطت عليه المقرمان، ولا نقدروا تاني نديروا شويه تاع الخل ونحطوا عليه المقرمان، ثم نغطيه هكايا بحاجه خفيفه. من بعد نحي حوايجي، يعني نحي على ظهري، نرقد عليه على ظهري، نطلع حكايا حوايجي، نرقد ونتغطى. يجبد لي كحدك ستار والله، غير ما شاء الله يا البنات. جربوها، هذاك المقرمان راه مليح بزاف للسطر، فهمتوا؟ يجبد كامل هذيك البروده اللي راهي في الظهر، ولا حتى في الالم المفاصل وكامل. جربوها البنات، راهي طريقه واضحه. هنا خياتي كاين بزاف اخوات قالوا لي اسماء السلق درت لكم وصفه خفيفه البنات. شوفوا درت الدرسه بطوماطيش، في ثوم مرحيه، شويه فلفل عكري، فلفل حار، قليتهم مليح مع الزيت. من بعد درت الطماطم مصبره، ودرت نص كاس تاع ماء ولا كاس تاع ماء سخون، خليته يبقبق شويه، وفورت السلق. كيف فورت السلق رميتها لداخل، خليتها تبقبق شويه. من بعد ما شربت شويه هذيك لاصوص، كسرت عليها البيض. تقدروا ديروا الفرماج وشهيه. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هذا الفيديو فقط، هذا الجزء البسيط. كان واحد الاخت قالت لي اسماء السلق قالت لكم وصفه خفيفه، كنت صورته في داري قبل ما نروح مع زيت الزيتون البنات. بالنسبه هذه هي زيت الزيتون البنات اللي نديروها احنا في الدار، هذه اللي راح نوريها لكم، ما فيها لا ريحه لا والو، مع مطلوع تاع السميد. الله البنات كيما راكم تشوفوا، هذا المطلوع راني حطيته لكم في القناه الاولى، مطبخ الفراشه. شوفوا البنات، هذا مطلوع سميد على اصوله، يعني عجن خرجوا كامل زعلكم في العجين، يخرج مطلوع ما شاء الله بزيت الزيت. وحديكم صورت لكم قزح من فوق دارنا. شوفوا البحر مهول الحاله، بصح الشتا ما كاش، يعني البرد وكان، بصح الشتا ما كاش، ربي يرزق ان شاء الله. اذا البنات نقول لكم فقط فضلا جام على الفيديو، خلوا لي تعليقات تاعكم، ديروا بارطاج وكامل، ديروا اشتراك ثاني، ما تبخلوش عليا. نقول لكم تهلاو في روحتكم، نحبكم بزاف. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.